السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم أنا إزاي خزنت شوية حاجات لرمضان من غير تكلفة ومن غير ما نشيل هم حاجة. دي بسلة يا جماعة. أنا كنت بشتري البسلة للأكل، فبزود نص كيلو، أزود 3/4 كيلو على قد ما تبقى الفلوس معايا، وأروح جاية اللي يفيض مني أو اللي يتبقى مني أروح جاية غالية شوية مية وسقطة فيها، وأطلعهم أدولهم صدمة بمية متلجة، وبعد كده أعينهم في فريزر التلاجة. وبالطريقة دي عملت الجزر وعملت البسلة وعملت بطاطس، مش مرة واحدة. الحاجة غالية يا جماعة، فعلشان نشتري مرة واحدة هنتعب نفسنا. انتوا هتلاحظوا كل شوية محطوطين في كيس شكله له شكل معين، لأن أنا كنت. ودي الفراخ برضو كنت ربيت فراخ، ورحت جاية أذبح الفرختين 3، أخد منهم مثلا حاجة للأكل، والباقي أروح مفرزاه زي ما انتم شايفين كده. ورق الكرنب برضو كنت بجيب الكرنبتين وأروح طبخة منهم، والباقي أروح مفرزاه بالشكل ده. وعينهم برضو في فريزر التلاجة، ولما تتجمع الكمية أنقلهم في الفريزر الكبير. كل ده في خلال الشهرين اللي عدوا دول يا جماعة بصراحة. وطبعا دي كبدة أنا كنت جايباها برضو لما توفرت معايا فلوس، جبتها من الجزار، وقلت برضو أعينها نشوف هنبقى نعمل بها ايه. ودي صدور الفراخ البانيه اللي أنا خليتها، وهوريكم إن كلامي صحيح. هوريكم في آخر الفيديو بقية الفراخ وهي لسه صاحية. هي الحاجة الوحيدة اللي جبتها على بعضها هي الفراخ عشان أربيها، الفراخ البيض. لكن اي حاجة يا جماعة والله يعني ما جبتها بقصد. ودي اوراق فراخ من اللي هي الهجين البلدي برضو. طب اطبخ اللي اطبخه والباقي اروح متلجاه وسايباه. بالطريقة دي لقيت عندي كميات تكفيني رمضان وبعد رمضان كمان. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش الشير واللايك يا جماعة لو عجبكم الطريقة اللي انا عملت بيها. طبعا ورق الكرنب متوفر معايا، الكرنب كان جه غالي، فبقيت اجيب اعمل منه محشي واسيب شويه اعينهم في كيس زي ما انتم شايفين كده. طبعا رمضان اكله بسيط، فبقيت اخزن الشويه اللي يفيدهم على قد ايه طبخه في رمضان. وطبعا بالمثل عملت حاجات تانية كتير. كان عندي برضو اشتريت جوافة وباقية، شلتها هي في الفريزر وعملت منها عصير، وشلت جوافة سليمة برضو تحت في الفريزر اهيت. وادي عصير جوافة انا حطاه. وكان عندي برضو مانجا، وادي الجوافة سليمة يا جماعة برضو. وكان عندي مانجا برضو عصرت منها شوية وسبت شوية. وديت كاكا، عملت عصير كاكا برضو وصفيته وعينته. كل ده. وادي المانجا يا جماعة. وادي ورق عنب متخزن من السنة اللي فاتت بخضاره بحاله من غير ما يتسلق ولا حاجة، انا جبته زي ما البياعة قالت لي. وادي بسلة كمان اهيت. صدمتها زي ما قلت لكم في مية سخنة، وبعد كده عملت لها صدمة بمية متلجة بتفضل بلونها وبحلاوة. وادي ورق عنب كمان اهو، تشوفوا لونه زي ما هوت. وفي بعض طماطم، وفيه مانجا، وفيه وجبت كيلو ليا برضو قبل اللحمة ما تغلى. الغلو الشديد ده بقالها حوالي شهرين عندي، انت علشان لو عملنا منها مشويات ولا حاجة. وادي الطماطم متعانة بحالها هي. ادي بقية الفراخ يا جماعة اللي انا بذبح منهم. طريقة جميلة لانك انت تخزني بالراحة من غير ما تزنقي نفسك او تعمل. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. متنسوش الشير واللايك، وكل سنة وانتم طيبين.